السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة البسبوسة بكل أفكارها بكل تكاتها. وازاي تقدري تعمليها بطريقة من غير ما تقطع معاكي ولا تتهري، بطريقة سهلة وجميلة وبطعم حلو جدا. بس بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. فتعالي بقى اوريكي ازاي توصلي للدرجة الحلوة دي واللون الجميل اللي انت شايفاه دوت بطريقة سهلة جدا. وده كله معمول من نص كيلو بس، ما شاء الله هتعملي صينية حلوة جدا. فتعالي بقى اوريكي الافكار والتكات بتاعة البسبوسة وازاي تطلع معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. انا بقى هنا معايا دي فانيليا. انا معايا هنا ديت حوالي 3 معالق جوز هند، وده اختياري بس بيبقى طعمه حلو جدا. معايا كوبايه سكر، دي كوبايه سمنه يعني حوالي كوبايه الا ربع سمنه على 3 معالق زيت. الزيت بيدي لمعه حلوه قوي في البسبوسه. انا بحط معلقتين كده، ممكن دي معلقتين عسل نحل او معلقتين عسل كلوكوز او شربات تقيل. ومعايا كوبايه لبن. هنبتدي بقى دلوقتي نشتغل. الاول هوريكم هنعمل ايه. انا معايا هنا نص كيلو دقيق سمولينا وحوالي 3 كوبايات وربع. انا حطيت ربع كوبايه سمولينا، كمان خليتها 3 كوبايات ونص، وحطيت عليهم ربع معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر يعني مش هيعليه زي ما انت متخيله، ده هي ربع معلقه بس. وهنزل عليه بالجوز الهند، وبعد كده هقلبهم كلهم مع بعض. يبقى كده احنا وضبنا كل المواد الجافة مع بعضيها. وهبتدي بقى احط السمنة والزيت. وهنا ما تقلقيش خالص في موضوع بس البسبوسة. هنقعد بقى نبسها شوية، ندخل الحبيبات السامولينا كلها. نخليها كلها تتشرب السمنة. الحركة دي هتخلي البسبوسة كده ايه مكرملة كده ومفرولة، يعني هتديكي كده طعم حلو جدا. فاحنا بقى هنقلبها كويس جدا. وندخل السمنه حلوه قوي 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 في دقيق السامولينا ويتشربوا كويس جدا. وبعد كده هنبتدي نحط بقى السوائل على دقيق البسبوسه بعد كده. انا بقى هنا هحط السكر، كوبايه السكر اللي عندنا. وهحط بقى النار هنا. ده اللبن ده انا سخنته على النار وحطيت عليه معلقتين العسل الجلوكوز او معلقتين العسل النحل. وهبتدي بقى اقلبهم كويس جدا جدا. هو اللبن دافي، هنفضل بقى نقلب حبه كويسين لغايه ما احس ان السكر داب نهائي وعسل الجلوكوز داب خالص. ونتأكد ان كل السوائل دي اندمجت كلها مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنبتدي نحطها على دقيق السامولينا اللي عندنا. وهحط بقى الفانيليا. فانيليا الدريم دي بجد حلوة جدا جدا، طعمها وريحتها رهيبة. فانا بحب الصراحة احطها في الحلويات، بتدي تست حلوة قوي. انا بقى هنا هبتدي احط السوائل. خدوا بالكم انا مش هقلب بقى هنا في المرحله دي كتير. احنا بس نخلص البسبوسه كويس جدا بالسمنه. هنا بقى بمجرد اللي انا بلم السوائل فيها. وخدوا بالكم ما تستربعيش وتحطي سوائل تاني، هي كده السوائل دي كده مظبوطه بالظبط على المقدار بتاعنا دوت. انتي ممكن كمان لما تدعكيها بايديكي هتلم كل العجينه. بس انا مش هقلب اكتر من كده، انا كده لميت العجينه بتاعتي كويس جدا. دي السامولينا لو زاد عن كده هيطرى. انا بقى هنا دهنت الصينيه بتاعتي سمنه، ولو عندك طحينه ممكن تدهني الصينيه طحينه، بتدي تست تحفه وفظيع جدا للبسبوسه. هبتدي بقى احط البسبوسه بتاعتي. بنبل بقى ممكن ايدينا شويه ميه كده ونبتدي هنفردها كويس قوي. هتتفرد معاكي في منتهى السهوله لما تبلي ايديكي بشويه ميه. انا هنا هبتدي بقى افرد البسبوسه بتاعتي في الصينيه كلها. دي صينيه مقاس 32، المقدار ده اللي هو 3 كوبايات ونص هيعملك الصينيه دي مرتاحه جدا. انا هنا خلصت الصينيه بتاعتي. انا لغايه دلوقتي ما ولعتش الفرن على غير العاده. انا بقولك ولعوا الفرن من اول ما بنبتدي نشتغل في الوصفه. لا انا ما ولعتش لسه الفرن. انا هسيب البسبوسه 10 دقايق عقبال ما الفرن يسخن. الحركه دي كده بتخلي البسبوسه جميله. فانتي هتسيبيها بس 10 دقايق على جنب قبل ما تولعي الفرن. بعد ما سبتها العشر دقايق هبتدي بقى احط المكسرات. اللي مش عايز ممكن تحطي كريز، مش عايزه اسيبها ساده مفيش اي مشكله خالص. هنبتدي بقى ارص المكسرات بتاعتي كلها وانا هنا مولعه الفرن بتاعي.
على 180 مولعة من تحت بس. اول ما تبتدي الجوانب بتاعتي تحمر وتبتدي تخش في اللون الذهبي هبتدي اولع عليها الشوايه. انا بقى كده حطيت وسبت الجزء ده لاحمد، ما بياكلش عندي المكسرات، فانا حطيت كل المكسرات على الجزء كله. وبعد كده الفرن بتاعي كده سخن كويس جدا، هبتدي ادخلها لغايه ما الجوانب تحمر. تعالوا بقى نعمل الشربات بتاعها، وهي دي التكه بتاعتنا اللي هنعملها. دوت كوبايتين سكر على النار، هبتدي اكرملهم. اول ما يكرملوا معايا كده هبتدي اقلب كويس جدا لغايه ما كل السكر ده يدوب كويس جدا معايا. وهي دي بقى التكه اللي هتديك الطعم مختلف للبسبوسه وتديك اللون جوه وبره شبه بعض بالظبط. هبتدي بقى هنا احط، وبحط بعد ما كوبايتين السكر يدوبوا معايا هحط كوبايتين ميه دافيه من الحنفيه او من الكتل. بس خلي بالك ان الميه بتبقى سخنه جدا والبخار جامد جدا، فخلي بالك على ايديكي حتى هتشوفوا كميه البخار اللي طلعت منها، فاحذري بس عشان بخارها بيبقى شديد جدا. انا هقلبها بقى اوريكي منظرها بعد ما نخلص. هنا البسبوسه طلعت معايا، شايفين لونها من فوق من تحت، لونها تحفه. البسبوسه سخنه، الشربات سخن. زي ما خلصنا اول ما نخلص الكراميل، يعني انا ببتدي اعمل الكراميل ده اول ما البسبوسه احطها بعدها ب5 دقايق عشان انا عايزاه سخن والبسبوسه تبقى سخنه معانا. وهننزل بالكراميل اللي احنا عملناه سخن. بص لون الكراميل التحفه وحلو ازاي. بصي بقى تعرفي نجاح البسبوسه لما تبتدي تحطي السوائل وتلاقي البسبوسه بتشربها، تعرفي كده ان البسبوسه ناجحه 100%. هبتدي بقى اسقيها كلها. ادي الكراميل بتاعي ما شاء الله كل السكر دايب فيه وحلو جدا. ونسيت اقول لكم ان ممكن تحطي معلقتين برضو عسل على العسل على الكراميل ده لما تعمليه، او معلقتين عسل كلوكوز. ادي ابتدي اهو يشربها كلها. هسيبها بقى تشربها كويس. واللي عايز البسبوسه تبقى طريه قوي يغطي البسبوسه وهي سخنه كده هتبقى طريه قوي، بس انا بحبها تبقى ماسكه نفسها اكتر. انا هسيبها بقى في التلاجة شويه تهدى، او هسيبها بره، وبعد كده هوريكم منظرها لما تبرد خالص عشان اعرف اقطع لكم خرط كويسه وتشوفي البسبوسه من جوه ولونها وجمال البسبوسه وحلاوتها بجد. هسيبها بقى شويه وهوريكي لما بردت. هنا بقى بردت معايا اهو البسبوسه، ابتدي اقطع منها واوريكي منظرها. ما تنسوش الشربات سخن، البسبوسه سخنه. فكره الكراميل دي بتديكي لون من جوه رائع والتست بجد رهيب. جربي فكره الكراميل. كوبايتين سكر وكوبايتين ميه ومعلقه عسل كركوز، وممكن نحط كمان معلقه سمنه. انا بقى هنا هاي ادي اقطع. بصوا بقى البسبوسه ما شاء الله ماسكه نفسها ازاي وانا بقطعها اصلا. دي انا سبتها اهو ما شاء الله. بجد جربي الوصفه دي مش هتندمي. حلوه جدا جدا. بصي لونها من تحت ولونها من النص ولونها من فوق بجد، وطعمها والله مش قادره اوصف لك، رهيبه بجد. جربي بقى الوصفه ديت بجد هتدعي لي عليها. ودي احلى طريقه بسبوسه انا عملتها. وجربي بقى الوصفه، وما تنسنيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. ويا رب اكون افدتكم في الوصفه البسيطه بتاعت البسبوسه ديت. واللي تعجبوا الوصفه يا ريت يدعي لي بدعوه حلوه. ودي بقى كانت وصفتنا النهارده. البسبوسه بطريقه سهله وجميله. جربوها مش هتندموا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم بإذن الله في وصفة تانية وطريقة تانية. جزاكم الله خيرا.